لو محتارين في غدا سريع أو جوع آخر الليل نادى عليكم، يبقى مفيش غير طاسة المكرونة بالسجق الشرقي الغرقانة في الصوص الأحمر الخطير. في الفيديو ده هقول لكم على أسرار محلات المكرونة، وإزاي السجق يفضل محتفظ بطعمه، والمكرونة تطلع مفلفلة ومش معجنة، قوام مظبوط جدا، أسرع وجبة غدا في حلة واحدة. حلة كده ورفعتها على النار، نزلت بمعلقتين زيت، معايا نص كيلو سجق، وتقدري ما تحطيش مادة دهنية خالص، مفيش أي مشكلة خالص، بس معلقتين الزيت دولت أنا هسوي بيهم المكرونة كلها. هنبتدي نشوح كده في السجق بالطريقه دي لحد ما يستوي معانا سوا كامل، وتحسي ان اللون اتغير خالص. شايفين اللون عامل ازاي؟ هنزل دلوقتي معايا ببصله كبيره، تقدري تحطي اتنين زي ما انت عاوزه، تقدري تحطي بصل احمر. نبتدي نشوح كده لحد ما البصله كده تاخد معانا اللون الاصفر الخطير. هنزل دلوقتي بثلاث اربع فصوص توم، بيفرق في الطعم جامد طبعا. وهبتدي اشوح كده البصله بالثوم بالسجق، كله يشرب من طعم بعضه. شايفين يا جماعه شكله عامل ازاي؟ اهو شايفين شكلها اتغير معانا ازاي، والبصله ابتدت دلوقتي تاخد اللون الذهبي الخطير. هنزل دلوقتي معايا بفلفل الوان، تقدري تحطي فلفل اخضر، تقدري تحطي الوان زي ما انت عاوزه. خلاص شايفين يا جماعه، وتقدري تستغني عن الفلفل اللي ما بتحبوش. معايا دلوقتي ثلاث طماطمات انا بشراهم، تقدري تعمليها عصير، بس فعلا المبشور ده بيفرق في الطعم وهيديكي قوام في منتهى الجمال. شايفين نبتدي نشوح كده اهوت الاطعمه الجميله دي الخطيره مع بعضها. معانا دلوقتي معلقتين صلصه بقى عشان نعزز اللون ويديكي قوام في منتهى الجمال. نشوح بقى كده كل الاطعمه الجميله ديت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ اكله سهله يا جماعه وخطيره، وتقدري تعمليها حتى لو انت تعبانه، هتعمليها مش هتاخد منك نص ساعه. يلا بينا دلوقتي ننزل بتوابل. معانا دلوقتي معلقه صغيره ملح، ومعانا دلوقتي نص معلقه فلفل، ونص معلقه زعتر، ومعانا مرقه دجاج فوريه. ننزل بقى كده ونقلب بقى كده ونشوح الجمال والعظمه دوت. حاجه جميله وخطيره وفي منتهى الجمال، جميله جدا. هننزل كده بعصير ليمونه واحده ونقلب بقى كده. ومعانا دلوقتي قرن فلفل حامي كده، مش حامي قوي، تقدري تحطي لو بتحبي السبايسي تزودي براحتك زي ما انت عاوزه. معانا دلوقتي بشر جوز الطيب، ودي خطوه اختياريه بس فعلا بتفرق في طعم الطاجن. ونقلب بقى كل الروايح بقى والجمال دوت يا جماعه. حاجه جميله هتتسبك كده بقى القوطه. شايفين بعد ما اتسبكت جميله جدا يا جماعه، وريحتها في منتهى الجمال. معانا كوبايتين ميه مغليه، بس عشان ما تاخدش مننا وقت انا غاليه الميه. ونقلب بقى كده، وقرن الفلفل بيعوم على الوش كده، حاجه في منتهى الروعه. هنسيبهم بقى دلوقتي يغلي غلوتين كده، واول ما يغلي معانا دلوقتي شايفين بالطريقه دي. يلا بينا دلوقتي هننزل مع بعض. معانا نص كيلو مكرونه خواتم، وتقدري تحطي مكرونه قلم، وتقدري تحطي اي نوع مكرونه انت عايزاه. تقدري تحمريها وتقدري تحطيها نيه كده، مفيش اي مشكله خالص، هيطلع معاكي جميله في منتهى الروعه. يلا بينا دلوقتي هنغطيها وهنسيبها كده 3 دقائق كده على نار متوسطه، وبعد كده تهدي عليها النار خالص ونشوف الجمال والعظمه دي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ جميله وخفيفه ولا اتعجنت معانا وفي منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي هنعبيها كده في طبق التقديم. خطيره يا جماعه، وريحتها وطعمها في منتهى الروعه. شايفين الجمال والعظمه دي؟ شويه بقى كزبره كده او بقدونس على الوش. طاجن مكرونه بالسجق خطير، يكفي اربع افراد على الاقل. هتعمليه كده على سفرتك بدل ما تشتريه من بره باسعار غاليه جدا.